ايش الساعة حاليا؟ ساعة ب1:08، يعني على آخري ما ظل بي حيل أروح شنو أنام، لأن تعبت تعب طبيعي. كملت المطبخ وعزلت وما خليت شي يعتب علي، كل عزلته. بس أكيد ما ننسى فقرة ما قبل النوم، نروح نفرج وننام ونقولكم تصبحون على ألف خير. أشوفكم باكر الصبح. صباح الخير، صباح النور، صباح العافية. هاي طبعا روتين اليوم، ثاني يوم بعد تعب البارحة. طبعا تكسرت تفلشت ما ظل بيها حيل. اليوم قعدت من الصبح قلت شنو حسوي غدا. أول شي أبلش بالغدا هو تبسي، راح أسوي تبسي طبعا بصدر الدجاج. هاي أول مرة شاركها بالقناة، حشوفكم إياه شو راح أسويه. هنا عندي نص صدر دجاجة، هسه راح أثرمه، أبدأ أقلي كل المكونات وأشوف لكم إياها. هنا بلشت أقلي كل المكونات، البوتيتا والباذنجان، يعني مثل طريقة التبسي العادي، بس راح أخليها صدر دجاج. هذا الصدر عندي بالطاوة، شوف كل شي ما أخلي له، فقط أخلي له بصل، حقبقه وأخليه يذب المي البي إلى أن أشوفه يستوي. أقوم أحمس بيه وأذب له بس فلفل حار، وها هي. شوفوا بنات، هنا قام يحمس عندي الصدر، أنا ضايفت له فلفل أسود وملح، فراح أضيف له طماطة. أنا أكثر شيء أحب الطماطة بالتبسي، ما أحب أخلي معجون هواية، ما أدري إذا حتى يسوي في حبات حامض هاي يروح الطعم مال كل التبسي. فأنا أخلي الطماطة تتسبك تستوي إلى أن يعني موع. شو أسوي؟ أغطيها وأخليها إلى أن تستوي. أضيف لها هاي باقي المواد اللي قليتها. ضفت شجر هاماتين، أنا أحب الشجر بالتبسي، إذا ما تحبون لا تضيفون. وهنا جانا مسواق مستعجل إحنا موصين عليه، أبونا جاي من الشغل جاب لنا إياه، هسه أعزله وأحطه بالثلاجة كله، يعني مو مسواق نواقص فصيت جاب لي إياها، فأنا شنو راح أعزله وأحطهم بالثلاجة. هنا شنو راح أبدي أسوي الصلصة حمصت خاشوقة معجون، راح أضيف لها دبس رمان وثوم مطحون وبصل مطحون وملح فقط، وأضيف عليه بعد ما تهدر طبعا الطماطة والصدر. شوفوا شلون صارت. هسه أضيف لها الصلصة مالت المعجون اللي راح أسويها. هنا حاضيف دبس رمان قدر خاشوقة أكل، ينطي طعم للتبسي كلش طيب، خاصة إذا استخدمتوا هذا النوعية مال الوافي حيل طيبة. أنا ضفت على الصلصة. فبالنسبة إذا بنات تقولون المعجون قليل، لا مو قليل، لأن أنا قلت لكم أحب أستخدم طماطة أكثر شي بالهذا بالتبسي، ما أحب أستخدم المعجون، يعني المعجون أحطه فقط لون، وإنما أكثر شي أعتمد على الطماطة. فأنا شوف شلون صار عندي الطماطة وصدر الدجاج. هسه بلش أحط كل المكونات اللي قليتها، البوتيتا والباذنجان والشجر والبصل. كل مرة أحط فلفل أخضر، بس هالمرة صراحة ما متواجد عندي فاستغنيت عنه، حطيت ثوم. فهنا شوفوا بنات بلشت أصفط البوتيتا والباذنجان والشجر والبصل كلها بهاي الطريقة. هسه حكمل وارجع لكم. وهاي بنات بعد ما ضفت له الصلصة سويتها، عبارة عن معجون الدبس رمان قلت لكم، ثوم بودرة وبصل بودرة. هنا شنو راح أطبخه، خلي إلها أن يدخن ويتهدر، بعدين أشوف لكم الطريقة النهائية. طبعا أكيد ما ننسى التمن هماتين وياه سويناه. ومن يحب هاي الفقرة، طبعا أكثر فقرة أكرهها غسل المواعين، بس راح أغسل المواعين. وهنا غسلت المواعين، حبلش أموسهم وأحطهم بالسلة
على أساس أنا قلت لكم بنات راح أبلش أسوي لكم فقرة سلسلة تنظيفات قبل المدارس، بس والله ما قدرت يعني عمال وهذا الشغل يعني طلع لي فجأة، ما أدري ليش يعني فجأة سبحان الله طلع لي هذا الشغل. فإن شاء الله خيرها بغيرها، إذا لحقت قبل المدارس أبدأ أسوي لكم يعني جدول تنظيفات. هنا شنو؟ فجرنا قنبلة على المواعين، كلها غسلناها وشلناها وغسلنا السنك. فهنا بنات عندي السنك صاير أسود، يعني أغسله بقاصر أغسله هذه حالته أبد ما يطلع لونه، ما أدري ليش. فهنا راح نشوف التبسي مالتنا هماتين شلون صار. شوفوا هذا عندي يتسبك ويتهدى، خليه إلى أن يستوي بعدين أطفي عنه النار. بنات سووا بهاي الطريقة والله ما تندموا. بس هذا كان فيديونا لليوم، هذا التبسي وهذا طريقته النهائية، وما ننسى نتمن هماتين وياه. وإذا عجبكم المقطع أول مرة تشوفون قناتي لا تنسوني باللايك والاشتراك، ومع السلامة.